بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في مدينة الملك سعود الطبية، ونقوم الآن بتفعيل أو تنشيط جهاز زراعة القوقعة التي تم زراعتها قبل أسبوع أو 3 أسابيع. والجهاز الداخلي هو عبارة في المنطقة هذه تم عمل جرح كبير خلف الأذن، ثم إدخال الزرعة داخل الجلد ووضع التوصيلات الكهربائية داخل القوقعة، ومن ثم تم إغلاق الجرح ووضع الزرعة تحت الجلد. وبعدما تأكدنا أن لا يوجد هناك أي التهابات ولا مضاعفات في منطقة الجرح أو في منطقة الزرعة، بدأنا أو سنقوم اليوم بإذن الله بتفعيل الجهاز عن طريق مساعد أو عن طريق سماعة خارجية. والسماعة الخارجية عبارة عن جزء مغناطيسي وهو يلتصق بالزرعة الداخلية كما تشاهدون الآن، والموجود الآن السماعة اللي ممكن تركب من الداخل. سيقوم الفني الآن بتنشيط الجهاز عن طريق جهاز كمبيوتر موصل بالجهاز الكمبيوتر، ومن خلال برمجة المحسسات السمعية والمنشطات السمعية داخل الأذن. شكرا. احنا الآن أيضا ننتظر لحظات السماع، بداية سماع الأصوات. طبعا الطفل هذا لا يستطيع أن يسمع أصوات منذ أن خلق، فكون الآن اللحظة سيسمع الأصوات لأول مرة في حياته، فهناك تعابير تختلف عن التعابير التي اعتاد عليها، وهذا طبعا مؤشر للطفل وللفريق الطبي اللي قام بإجراء العملية مؤشر نجاح. أتوقع الله حسن. شوف بسم الله، وجه واضح عندك مع وجهي أنا. سامع؟ هتسمع الحين أصوات؟ حمزة إذا تسمع قول اسمع، ارفع اصبعك. تسمع؟ ارفع اصبعك. لا دقيقة. بدأ أحس شوف تعبير وجهه، حتى خل قدام. اوكي. ما هذا ما كنت تبي تتفاجئ فيه. لا تتفاجئ، بس شوي جست فيري لو. اي فيري لو. فيري لو. كيف حال؟ حمزة شوف تعبير وجهه. خلي اوكي خلاص. هذا مستوى جدا منخفض الحين، بس لانه عمره ما سمع فبيتفاجئ. اي يتفاجئ اكيد، لانه طبعا الصوت هذا طبعا بالنسبه له غريب،